احنا مش هنتاجر بالطلبه ولا باهالي الطلبه بعد امتحان الاحياء. وخصوصا انا بعمل الفيديو ده وكنت قايل ان انا مش هتكلم على امتحان الاحياء، ولكن بعد اللي انا شفته النهارده من احد الناس الصحفيين المسؤولين عن ان هو ينقل الاخبار بتاعه الوزاره، وانهم من المقربين للوزاره، وعلى ما اعتقد انهم من متحدث التعليم باسم الوزاره، طلع النهارده وقال ان الامتحان بتاع الاحياء ما كانش فيه اي اخطاء، ان الامتحان بتاع الاحياء النموذج الاجابه اللي انتشر للاسئله المقاليه النموذج الاجابه صح. عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا كده نموذج الاجابه في السؤال المقالي الاول اجابته غلط اللي نازل في النموذج، لان طبعا ما حددش عندي هنا، ما حددش قال واحد بس وخلاص، لا، قال له كله، اللي هو العشر الجزيئات. فانت الطالب بيضرب في 10، فانت لما تكون مجاوبها غلط انت بتحرم طلبه كتير من الاجابه دي، بتحرم طلبه كتير من الدرجه دي. ثم تاني بيجي يقول ان الامتحان بتاع الاحياء ما فيهوش اخطاء، ان الامتحان بتاع الاحياء الصياغه بتاعته صياغه سليمه. طب باي صياغه سليمه وانت لو جبت لحد دلوقتي 10 مدرسين احياء وقعدتهم قدام بعض وقلت لهم انهي اجابه صح بعد الامتحان ما عدى عليه حوالي اسبوع، ال 10 مدرسين هيطلع اجابه 50 واجابه 50 في بعض الاسئله. باي عقل وباي قرار لحد دلوقتي؟ يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم اللي بيحصل في ماده الاحياء. انتوا حولتوا ماده الاحياء من ماده فهم وماده حضرتك بتبقى ماده كويسه وماده طلبه بتبقى مستنيين الحصه بتاعتها، لطلبه بتهرب من علم علوم بتحول لعلم رياضه عشان الاحياء. لما تلغي مثلا دلوقتي برضو انت اصلا عمال بتبوظ الدنيا في الاحياء، لما تقوم بقى في ثانيه ثانوي كمان تقوم لاغي ثانيه ثانوي احياء وتستبدلها بتاريخ، الطالب هيستفاد إيه بالتاريخ؟ الناس كلها بتبص لقدام واحنا بنبص لورا. الناس كلها بتبص عشان يطوروا قنبله وازاي يعملوا قنبله والكلام ده كله، وازاي يطوروا علم الفيزياء والكيمياء والاحياء، واحنا بنبص الله ده كان خوفو كان بيعمل كذا وخفرع. ثم بعد كده مش البوست ده بس وخلاص اللي استفزني، البوست بعديه كمان. يعني خلاص الواحد ماشي ومشيرينه كمان على صفحه مدرسين الاحياء، وعادي مدرسين يسكتوا، يسكتوا. هو انتوا صوتكم ماله؟ انتوا صوتكم مالوش اي 60 لازمه في البلد. لا احنا صوتنا ليه اي 60، احنا صوتنا ليه لازمه في البلد. احنا في بلد ديمقراطيه هنا، احنا في بلد معلش طلبه ده حقها، حق الطلبه وحقنا ان احنا نتكلم عشان الطلبه. لو ما اتكلمناش دلوقتي هنتكلم امتى؟ انا في فتره اجازه ليا وما كنتش ناوي اطلع اتكلم خالص. الواحد بعد امتحان الاحياء فعلا مش ما هوش قادر يتكلم، ولكن حاجه زي دي لازم الواحد يتكلم فيها، حق الطلبه. مش بس كده وخلاص، ده في رسومات زي رسمه السبيروجيرا، هي كانت ظاهره لنا في بعض النماذج كانت واضحه، في بعض الطلاب ما كانتش عندها الرسمه دي واضحه. لما انت تيجي تتكلم على البرايميز، هو انت مش معرف الطالب هو بيشتغل في انه اتجاه بالظبط. اه استنتاج ومش عارف ايه وعلى عيننا وعلى راسنا، بس انت جاي باختيار ينفع. مش بس ده، مش بس السؤالين دول ولا الثلاث اسئله دول، الموضوع من اول 2021 بنفس هذه الكيفيه وبنفس هذه الطريقه. ثم استفزنا اكتر انه استاذ سيد، انا اسيب لكم برضو الكلام بتاع استاذ سيد تحت في الكومنتات، طالع يقول ايه، بعض الناس اللي عمالين بيشتموا، بعض القطيع اللي طالعين مش عارفه ايه، بعض الناس اللي بيقولوا ان هم اولياء امور. لا كلنا في صف الطلبه يا استاذ سيد، كلنا في صف الطلبه وكلنا هنفضل في صف الطلبه وكلنا هنفضل ورا الطلبه. طالعين يقولوا لا ومش عارفه ايه، وبعض القطيع لمدرس معين كان يدعى انه احد مستشارين احنا كلنا في ظهر استاذ حسن محرم طالما هيجيب حق الطلبه. يعني في ناس عارفه ان احنا كان دايما بيننا وبين بعض كمدرسين احياء بنختلف مع بعض في حاجات وبنتفق مع بعض في حاجات، ودي الحاجات اللي لازم نتفق فيها مع الطلبه، دي الحاجات اللي لازم نتفق فيها كلنا في صف واحد عشان نبقى في حق الطلبه. شكرا لكل واحد حاول انه يرجع حق الطالب. ما تسكتوش على حقكم، ما تسكتوش على حقكم يا اولاد، والله ما تسكتوش على حقكم. الوزاره بتستجيب ليكم، الوزاره اللي بتلاقي في ضغط بتستجيب للضغط ده في اي حاجه. فاوعى في يوم من الايام تسكت على الحق بتاعك. وربنا معاكم ويوفقكم ونشوفكم على خير، تكونوا محققين احلامكم. السلام عليكم.